صنع في مصر. أنا كان لي الشرف أنه أكون بعمل ضخم عالمي زي المتحف المصري. وقيت بغمض عيني بلاقي حالي عم بمشي على الرمل والشو اسمه وراي وبيطلع لي حد من هنا آلاء. المتحف ده بيتحضر له بقاله سنين، انت في شهر عملت كل ده؟ أنا شهر ليلا نهارا فقط، يعني عايز تقول 3 أشهر على بعض. كان لازم أتقمص دور مصمم أزياء بالقرن بالعهد الفرعوني. اولا برحب بحضرتك على موقع بصراحه لبناني، مبسوط ان انا بقابلك في مصر، وطبعا انت لبناني وده بيتك اكيد. موقع بصراحه بنقل لك تحيات كل تيم موقع بصراحه بقياده باتريسيا هاشم، وبنقول لك مبروك على هذا الاداء العالمي والشو العالمي في افتتاح المتحف المصري الكبير. اولا ثانك يو. يعني ما اعرفش اقول لك، يعني انا كان لي الشرف انه اكون بعمل ضخم عالمي زي المتحف المصري، باكبر متحف بالعالم، وجات لي فرصه، وان شاء الله اكون الفرصه دي قدرت ابيض الوجه، ودي الناس اللي عاوزه تشوفه. ممكن الفنان يغيب شوي ويرجع، بس هي الاهم من لما يرجع لازم يرجع بقوه اكبر من اللي كانت قبل، والا مش حيمرك عند حد، حيتنسي بعدين. انا خالد كلمني، يعني خالد ومي من اصحابي واصدقائي. فؤاد ممكن تجي لنا المتحف، عايزين حاجات مبهرة، عايزين حاجات وترشح اسمك انت الوحيد مع انه غير مصري انه يكون بالعمل ده. فقلت لهم اكيد، يعني انا حلمي دايما الحاجات الشو والحاجات الهيستوريك التاريخيه والمراجع والمخطوطات والدنيا والدنيا. كان بقالي مده ما عملتش حاجه كده، فكنت فرحان قوي قوي، وديتها يعني اللي اقدر عليه بالوقت الضيق اللي كنت فيه. قد ايه الوقت الضيق ده؟ يعني شهر. المتحف ده بيتحضر له بقاله سنين، انت في شهر عملت كل ده؟ أنا شهر ليلا نهارا فقط، يعني عايز تقول 3 أشهر على بعض. لأنه ما كناش ننام. الديزاينز دي عملتها يعني نفذتها هنا في مصر ولا في لبنان ولا في مكان تاني؟ هي لأكتر من حد. خلال شهر اتنفذت كل حاجة هنا، صنع في مصر. أنا أصريت إنه كل حاجة تطلع من مصر. يعني أنا بدخل على تراث بلد زي الفراعنة. دي حضارة كبيرة قوي، حضارة هي اللي علمتنا الهندسة وعلمتنا حتى هندسة الأزياء. أنا لما تعمقت لأنه قبل كنت أنه مجرد إنسان مطلع على حضارات أو بس لما تعمقت بقلب العمل أكتر وأكتر، من مخطوطات، كتب، التماثيل. كنت بقعد قدام التمثال ده، لازم أعمل نفرتاري. طب نفرتاري، شوف التمثال ده عاملة إيه؟ طب يعني تدرج الألوان كل حاجة. كان لازم أتقمص دور مصمم أزياء بالقرن بالعهد الفرعوني. أكيد في بصمة لفؤاد سركيس، يعني هي ما بقدر أطلع منها، بس جربت قد ما بقدر. حتى الأكسسوري اللي كنت أعملهم والأشياء كلها من مراجع، من أفكار. عرفت كيف؟ يعني ما خليت حاجة. دخلت الاي اي، ما نجحش معايا الاي اي ده اللي بقولوا عنه اي اي. احنا كنا بنصرف وصور مثلا كل الليل بالهرم، وقاعد بين ابو الهول وبين الاهرامات، فعايز ايه اكتر من كده؟ عرفت شو؟ فاوقات بغمض عيني بلاقي حالي عم بمشي على الرمل والشو اسمه وراي وبيطلع لي حد من هنا آلاء. الخامات كانت كلها من هنا، لكن شوي كان لازم الاقي الاحجار اللي شغلت الهدوم بيها، فدي اخذت شويه وقت وشويه مساحه عشان اقدر عايز. كنت احجار مش مصقوله زي دلوقتي بيعملوا الاحجار الكريمه، يعني ما قدرتش احصل عليها هنا للعمل. جبتها، اتبعتت لي. كان طبعا عدد عاملين معاك كتير جدا. كتير جدا. لا، كان في عندي كنت بشتغل بمشغل صديقي ربيع عيسى اسمه، فكان معنا حوالي يمكن 12 شخص. اكيد من تفاعل الفنانين اللي شاركوا معاك، سواء احمد غزي، هدى المفتي، سلمى ابو ضيف، احمد مالك، وطبعا الابطال الاولمبيين محمود حسني، احمد الجندي، فريال اشرف، وفريده عثمان. الناس فاكره ان انت ممكن تكون اشتركت مع الثمانيه دول بس، فانا حابب حضرتك انك توضح بالعكس ان كل الشو تقريبا اللي واقف وراهم كمان من ازيائك. يعني انا كنت باخد تابلو، مش انه فرد.
يعني كان دوري انا اقدر اعمل تابلو للمخرج متوحد كله مجموع ببعضه يديه ملك مع شعبه بتناسق الوان، بتناسق اكسسوارز، بكل حاجه. تقول ايه لهدى المفتي وتقول ايه لسلمى ابو ضيف واحمد مالك وغزي وكل الابطال الاولمبيين كمان؟ شفتهم ازاي؟ اتعاونت معاهم؟ اتكلمت معاهم؟ سلمى حبيبه قلبي، عرفت كيف؟ حبيتها يعني، كانت متحمسة جدا جدا للموضوع. هدى تقابلنا بس بلحظات صغيرة، لأنه كان عندهم، كان عارف مهرجان الجونة وكانوا بيجروا هي ومالك. غزي كان بمنتهى هيدا والأولمبياد يعني أكيد كانوا متعاونين، لانه حاجه دلوقتي دي حاجه جديده قوي قوي ليهم. يعني ممكن الممثلين متعودين على ادوار تاريخيه، على ادوار تانية، دي مهنتهم، بس تانيين لا. فهي كانوا متحمسين اكتر زي الولد الصغير عايز يعني عايزها بشغف.